على فكره بيني وبينك انا لغايه ايام فاتت انا سالت عليك على فكره احمد مهران، انا حقيقي بجد يعني انا لغايه قبل القصص دي وقبل الترند ده وقبل الموضوع ده انا سالت عليك احمد مهران، اسال احمد مهران قلت قال لك له ايه؟ الله يعني فين ايمن محفوظ وبتاع عاوزين نبقى نروح له مش عارف ايه، قال لي لا ده انا ما بكلمهوش، ده عمل معايا ايه عمل ايه؟ عملت معاه ايه ده كمان؟ والله العظيم 3 قال لي ده عمل معايا فصل كده وبتاع. ولا عملت معاه حاجه. ده انا عامل معاه احلى واجب اخر مره كلمني فيها. المهم مش ده موضوعنا. مش ده موضوعنا. اساله حتى يعني لا انا هشتمه دلوقتي، هشتمه. عملت معاه ايه؟ المهم سيبك منه. والله قال لي كده والله. يا عم احمد مهران لما انا بعمل معاه حاجه وحشه، يعني انا عملت معاه مره حاجه وحشه ماشي، بس كان غير قصد. فهو راح جه قال لي اعمل فيك ايه؟ قلت له انا غلطان عادي يعني، اعترف بالغلط يعني. طب يعني طب ايه اللي خلاك تعمل حلقه بالشكل الزباله ده يعني شكل وحش قوي يعني؟ ده ليك انت يعني. لا على الحلقه الاخيره دي ولاد الكلب ولاد الوسكه وتشيل الكلب وتحطني. يعني انا ابويا مش كلب يا يعني. عم مفيش كلب شربت ولا حاجه. لا يا باشا، كاتب القتله ولاد الكلب. انت قاعد تتكلم يعني انا مش عاوز بس اعيد بقى الكلام يعني. انا عندي كل الفيديوهات يعني المقاطع اللي جات لي حاجه يعني انت مقتنع؟ بص يعني انت عملت انا رديت انت حلو. انا مش لو عاوز تنهي الامر يعني انا ما عنديش مشكله يا حبيبي. انا بكلمك يعني ليه؟ بكلمك ليه؟ مشكله وانا بكلم حضرتك ليه يا فندم؟ بكلم حضرتك ليه؟ وانت مش عارف ايمن محفوظ لما يكون غضبان هيتكلم ازاي، ولما يكون بيتكلم بالعادي؟ يا باشا انا بتكلم عادي اهو. هو سؤال بس، هو سؤال هو الاخير بقى يعني عشان ترتاح. يا عم ليه اخير؟ ليه؟ اتكلم براحتي. الحلقه دي تتعمل بالشكل ده معايا انا بالذات يعني محتاجه تفسير. قول لي تفسير. سيبك من اللي جوه الحلقه، انا وحش خالص. تتعمل بالحلقه دي زي كنت ممكن تقول نفس الكلام بطريقه الطف. يا ايمن ويرح امك يا روح خالتك. لا ما انت عملت ايه يا ريس خلال الايام اللي فاتت؟ ابعت لك طيب اللي عندي يعني اوريك انت قلت يا عم انا عارف انا قلت ايه. انا عارف. انا فاكر ان انا غرفه عمليات يا عم كل حاجه عندي والله العظيم ما عارف. انت جاي تتكلم عن الحلقه اول مره اطلع اتكلم يا باشا يعني انت لو كنت قلت ايه بيعمل وبيسوي من غير رياض ومن غير يرحم. معلش يا ريس يا استاذ ايمن انا محبوس واخد بالك. انا بالذات انا راجل مش يوتيوبر واخد بالك، وانت تعلم جيدا ده تمام خالص يعني. انا بعمل ده برنامج الشعب من ايام ما كان على قناه الحياه. الشعب انت كنت في قناه الحياه بتقول يا ايمن يا محفوظ. انا لما بطلع اتكلم واخد بالك بطلع بعد ما بكون جبت اخري. اخرك من ايه؟ اخرك من ايه؟ انت غلطت قوي. غلطت في ايه؟ في ايه؟ فيك انت ولا في المواضيع؟ لا فيا انا شخصيا يا ريس. قلت ايه عليك؟ لا انا مش عارف بقى عيد الكلام. انت عارف انت قلت ايه وعملت ايه. انت قول لي طيب انت ايه يعني انت عاوز ايه يا استاذ؟ انا مش عايز حاجه يا حبيبي، انا مش عايز حاجه يعني انا اتمنى ان انت يعني ترجع تاني ايمن محفوظ. لا انا ايمن محفوظ طول عمري. انا زي ما انا اتمنى انا زي ما شخصي انا اتمنى ترجع ايمن محفوظ تاني. يا عم انا زي ما انا احسن من الاول. بس صاحبه جدع ايمن محفوظ اللي احنا نعرفه. لكن بجد والله انا مش دايما محفوظ خالص يا عم. انت حضرتك وانت ظابط مش كنت حضرتك ب100 وش وب100 لون وكده مع المجرم بوش وفي الظروف دي بوش وبتقابل انا عارف. بص انت دي مرحله عندك الموهبه يعني. وانا قلت لك كده اما شفتك اما بتطلع في الحلقات يعني بتطلع بطريقه وبعد كده بنقعد بطريقه وبعد كده. لكن في حدود يا باشا يعني. في حدود. في ناس انت يعني معرفتها بتكون كنوز يعني. سيبك مني انا يا عم انا ولا حاجه، بس يعني انت كده بتخسر ناس والله. الناس دي يعني عزوه ليك برضه يعني. عزوه ليك برضه وحبايب ليك وناس في الاعلام وناس في المحتوى. طب وانت حضرتك وانا وصلت لما وصلت له ايا كان يعني حتى في السن يعني تقول يا ايمن وتم ما تغير يا عم. هو سن ايه يا عم؟ يا عم السن برضه حلو يعني. السن برضه يا ايمن دي. طب صلي على النبي، صلي على النبي يا اخويا. كلام برجوله. انت اكبر مني؟ لا يا عم بس يا عم انت هتهزر. اكبر مني يا عم والله العظيم. انت عندك كام سنه؟ انت اللي عندك كام سنه؟ انت 71 انت ولا مش عارف 72؟
كام سنه؟ انت 72، انت 72 سنه 72 باين ولا مش عارف كام، لا 75 كمان. لا. انت اكبر يعني؟ اه اكبر يا حبيب قلبي. ماشي. والله. اه والله. ماشي. ربنا يديك الصحه. طب لو جربت مثلا، طب يعني ايه رايك مثلا يعني ما توقعتش ان انا مثلا ممكن ارد عليك بنفس الاسلوب واسوأ والعن وكده؟ يا عم بص، انا تفرقش معاك. يا دقت على راس مدافع عادي يعني. انا نفسي طويل يعني، انا والله اقسم بالله